لو جيت سالتك عن الكومبيتيتورز بتوعك ولقيتك انت جاي بتقول لي كماركتير الكومبيتيتورز اللي في النيش بتاعك بس، او الكومبيتيتورز اللي في الاندستري بتاعتك بس، فانت كده ماركتير بعقليه 2014 و2015 لسه. طيب احنا اصلا في 2026 هو مين الكومبيتيتورز بتوعنا؟ للاسف دي ممكن تشوفها ميزه او عيب، ولكن انت الكومبيتيتورز بتوعك هم البلاتفورمز كلها. يعني انت دلوقتي الكومبيتيتورز بتوعك على تيك توك مثلا ويوتيوب وانستجرام وفيسبوك وكله، هو مش الناس اللي بتقدم نفس السيرفيس او البرودكت بتاعتك، لا، هو كل الكونتنت كريتورز اللي بيطلعوا يعملوا كونتنت، كل الناس اللي بتنزل فيديوز عن الكوره بقى، عن الطبخ، عن اللعب، عن اللبس، عن ايا كان، كل دول كومبيتيتورز ليك، لان كلنا في الاخر بنخش نتنافس على الجرابنج الاتنشن بتاع اليوزر بتاعنا. فانا دلوقتي اليوزر بتاعي مثلا اللي مهتم مثلا بالديجيتال ماركتنج وبيشوف الفيديوز بتاعتي، هو بيفتح تيك توك مش عشان يشوف فيديوز ماركتنج بس، لا، هو لو مهتم بالكوره بيظهر له فيديو بتاعي، بيظهر له بعديه فيديو كوره، بعد كده بيظهر له مثلا فيديو عن الاكل، بيظهر له فيديو عن الجيم، بيظهر له فيديو عن ايا كان. فكل دول بالنسبه لي كومبيتيتورز. فازاي ان انا اقدر اكسب الكومبيتيتورز دول في المعركه بتاعه الاتنشن بتاع اليوزر على البلاتفورم، علشان تقدر ساعتها البلاتفورم تساعدني ان انا اخد وقت اكبر واخد حجم اودينس اكبر يروح لهم الفيديوز بتاعتي، واقدم لهم الفاليو او المسج اللي انا عايز اوصلها. فاول نقطه لازم نكون احنا فاهمينها كويس جدا، ان انا دلوقتي الكومبيتيتورز بتوعي على كل البلاتفورمز، الكومبيتيتورز بتوعي هم كل الناس اللي بتقرر ان هي تعمل كونتنت، كل الناس اللي بتنزل بوست كل يوم، كل الناس اللي بتنزل فيديوز، كل دول كومبيتيتورز ليا. لازم انا اكون فاهم ان هم بيظهروا زيهم زيي، وبيظهروا لاي بزنس اونر، بيظهروا للسي اي او، بيظهروا للماركتنج مانجر، بيظهروا للشخص اللي بيدور على كابتن جيم يعمل له فورمه، بيظهروا على الشخص اللي بيدور على لبس الصيف عشان يشتريه، بيظهروا للست اللي قاعده في البيت بتدور على وصفات طبخ. فلازم انت تكون فاهم ان انت في 2026 وفي السنين اللي جايه الكومبيتيتورز بتوعك هم كل دول. فهنا اللعبه ما بقتش بس ان انا بنافس بسعر، ولا بنافس بكواليتي، ولا بنافس بسرعه شحن، لا، انت بتنافس باتنشن، وبتنافس بكونتنت، وبتنافس بفاليوز. الحاجات دي لو مش موجوده عندك، فانت عملتك الصعبه اللي انت هتحاول تكتسبها صدقني هتكون مش موجوده، او ممكن تكون مستحيله.